النهاردة جوزي اعترف لي انه في بنت تانية بحياته وعايز يتجوزها. خيرني بين اتنين، يا اما ارفض العلاقة دي ونسيب بعض، او يشتري لي بيت جديد اقعد فيه انا واولادي لوحدنا. قلت له انا عملت ايه عشان استحق كل ده؟ بقى يقول لي بصي لنفسك، شكلك بقى عامل ازاي، تخنتي، ما بقيتيش مهتمة بنفسك زي الاول، بقيتي شبه ستات البيوت الكبار. قال لي انا مدير شركة كبيرة جدا وانتي ما بقيتيش تليقي بيا، انا عايز واحدة حلوة شيك مهندمة تبقى واجهتي قدام الناس. في اللحظة دي كأن شريط حياتي عدى قدام عيني. اكتر من 10 سنين وقت ما كنت انا البنت الحلوة، اهلي وجيراني كانوا دايما متوقعين لي مستقبل كبير عشان كنت شاطرة جدا في شغلي. وقتها هو كان موظف صغير، كان بيستشيرني في كل حاجة قبل ما يقرب مني ويفرش لي الارض حب وغرام وكلام حلو. بعد فترة اتجوز، جاب لمراته بيت وكتبه باسمها وعربية، وانا طلبت بيت جديد وعربية. وافق فورا من غير نقاش، يمكن كان بيحاول يعدل بيني وبينها. استغليت النقطة دي، جبت خدامة ومربية لولادي عشان ما أقصرش معاهم، لأن في الفترة دي هو كان واخد كل تفكيري وفوقني على حاجات كتير كنت ناسياها. جبت أحدث أجهزة مراقبة للبيت وركبت أجهزة تخليني أسمع مكالماته كلها عشان أعرف عنه كل حاجة، وكنت بتدلع عليه جدا واطلب فلوس كتير. بس أنا متأكدة إن كل اللي كان بيجيبهولي كان بيجيب أضعافه لمراته التانية. بدأت أخد كورسات إدارة أعمال في مجالي، ورجعت أشتغل على مشروعي اللي كنت بحلم بيه من زمان. وفي يوم حبيت أراجع اللي سمعته من مكالماته، واكتشفت حاجة عمري ما كنت أتوقعها. اللي عايز يعرف أنا سمعت إيه وإيه اللي حصل، زي ما قلت لكم من خلال تجسسي على مكالماته، اكتشفت إنه صرف كل فلوسه وما بقاش معاه حاجة. بس استغربت إزاي مش مقصر معايا ولا معاها وبيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. لحد ما في مكالمة سمعته بيشتكي لواحد صاحبه وبيقول له ما تقولش لحد إني باخد فلوس من حسابات الشركة من غير ما حد يعرف وبمبالغ كبيرة جدا، وكان بيحلف له إنه هيرجعها عن طريق قرض من البنك مستني الموافقة عليه. أنا ساعتها ما عملتش حاجة غير مكالمة صغيرة لرئيس مجلس الإدارة، وقلت له المعلومة دي اللي بكنز، ورجعت عملت قهوتي وقعدت مبسوطة وأنا بقرأ خبر دخوله السجن. من ساعتها بقى ما يهمنيش خالص، لأن عندي حاجات أهم بكتير. كان عندي ميعاد في البنك عشان أخد قرض وأبدأ مشروعي. بعد ما بعت كل حاجة، العربية، الذهب، حتى بيتي القديم، عشان ما يفضلش أي حاجة تفكرني بيه، وقدرت أجمع فلوس وأبدأ مشروعي. ولما خلصت الإجراءات اتفاجئت بصاحب بابا الله يرحمه في البنك، سألني بتعملي إيه هنا؟ حكيت له عن مشروعي الصغير، ففاجئني وقال أنا هدعمك وهبقى شريك معاكي وهنكبر المشروع سوا، وانتي هتبقي مسؤولة عن كل حاجة. مش عارفة ايه اللي حصل، بس كل حاجة حصلت بسرعة. اللي اعرفه اني صحيت يوم وكان اول يوم ليا